عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. أنا النهاردة حبيت أعمل لكم تورتة الفراولة بمناسبة الفالنتاين. أنا قلت يعني أعمل حاجة لونها أحمر بمناسبة إن الناس كل حاجة طول ما أنا ماشي الناس حاطة دباديب حمراء وعلب حمراء وحاجات حمراء، فقلت أعمل حاجة لونها أحمر. وهو اللون الأحمر لون جميل بيساعد برضو على الاستفزاز، بس مش عارف هم حاطينه في الفالنتين ليه. الناس تحط لون ابيض، لون الصفاء، لون انا عشان كده لابس ابيض في احمر، عشان الزملكاويه ما يزعلوش والاهلاويه ما يزعلوش. تعالى بقى نشتغل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايتين ونص دقيق، معانا كوبايه سكر، معانا بيكنج باودر، معانا فانيليا، معايا كوبايه زيت على زبده، معانا 3 بيضات، معانا كوبايه لبن، معانا فراوله هنجرنش بيها وهقول لكم هنعمل بيها ايه. صلوا على الحبيب وهنبدا نشتغل على طول. احنا هنطبق كده الحاجه واحده واحده زي ما احنا شغالين، علشان انا هعلمكم التورته بتتعمل ازاي، او الكيكه الحمراء او الكيكه اللي بتطلع لونها احمر ليه. فواحده واحده. انا معايا لون بجيبه بزود بيه الكريم شانتيه، انا جايب كريم شانتيه احمر، بس انا لو عايز العجينه تطلع حمراء هوريكم هتطلع حمراء ازاي. تعالوا بقى نشتغل على طول. صلوا على الحبيب. تعالوا بقى نشتغل على طول. هنحط كوبايه السكر، اللبن، الزبده، البيض، والفانيليا. هنضرب الخليط ده كله مع بعض واحده واحده كده معايا وهوريكم هنعمل ايه. صلوا على الحبيب. تعالوا بقى كده اوريكم الخليط شكله عامل ازاي بعد ما دورناه في الخلاط. بصوا انا عايز كده الخليط الاولاني يبقى بالقوام ده. هنبدا نحط الخليط بتاعنا كله هنا في بوله. بصوا صلوا على الحبيب. هنحط البيكنج باودر بتاعنا على الدقيق ونقلب الدقيق كله مع بعض مع البيكنج باودر. وعايز اقول لكم ان انتوا تحطوا الدقيق واحده واحده حسب القوام بتاعكم، عشان لو حطيتوا الدقيق كله ممكن يتقل. لو خف مش مشكله، لو خف نزود، ولكن احنا عايزين نحط عشان ما يتقلش مننا. هنحط الدقيق واحده واحده ونقلب وهوريكم هنعمل ايه. صلوا على الحبيب معايا كده واحده واحده. الدقيق بتاعنا ننزل بيه شويه ونقلب. هنقلب كويس كويس جدا يعني لحد ما يبقاش فيه ولا نقطه دقيق. معلش انا مطول عليكم الفيديو شويه بس عشان الحاجه تطلع كويسه وتطلع معاكي مظبوطه. احط شويه دقيق. بصوا انا الخليط معايا لسه ما ظبطش، احط شويه دقيق كمان شويه صغيرين وهقلب وهرجع برضه اشوف الخليط بتاعي عامل ايه. صلوا على الحبيب معايا كده واحنا قاعدين. صلوا على الحبيب. بصوا القوام، انا مش عايز اكتر من كده. انا بحس بيه تحت ايديا يعني وانا بقلب بحس بيه تحت ايديا. بصوا انا عايز يبقى كده. تحطي البتاع بتاعتك تلاقيه نازل معاكي سايب كده. تمام. طيب دلوقتي لو فرضنا ان انا عايز الكيكه حمراء، اللون معايا اللون الاحمر، لو عايزها بيضه مش هحط الوان. وارجع اقلب تاني.
بصوا الجمال. عايز تاني؟ احط شويه لون تاني وحسب ما انت عايز بقى اللون بتاعك، يبقى لون فاتح، لون غامق، لون وردي. بصوا ممكن تقلبوها نص تقليبه كده وتنزلها زي ما هي، تطلع معاكي بنفس الشكل، حته بيضه وحته حمراء. صلوا على الحبيب. بصوا الجمال. بصوا بس انا مش عايز اكتر من كده. صلوا على الحبيب. تعالوا بقى بصوا كده، عايز اقول لكم ان انا داخل في تحدي، يعني مش عارف انا العيال بتتحداني ليه. فانا عندي اولاد كل شويه كل ما اجي اعمل حاجه جديده يقولوا لي يا بابا انت مش هتعرف تعملها، فانا بتحدى نفسي وبتحداهم في نفس الوقت. هم قالوا احنا مش عايزين اللون الوردي، عايزينها احمر شويه، فرحت متقل اللون عشان تبقى معايا بالشكل ده. هنبدا نشتغل ونحطها في القوالب بتاعتها. صلوا على الحبيب. انا هقسمها على 2. تمام. النهارده انا عامل لكم شغل ايه، الوان كده بتنور وتدخل وتزغرط علشان ايه، عيد الحب. بس يا رب مراتي ترضى عني. بصوا انا هحط نص القالب بتاعي وهشوف الدنيا عشان لما تعلى تظبط معايا. لسه هحتاج. طيب بصوا انا لقيت القالب بتاعي غويط، عشان انا عايز اعمل تورتايه بشكل اللي في دماغي يعني، فهضطر ان انا اعملها في قالب واحد لان انا عايزها تطلع عاليه. بصوا كده. صلوا على الحبيب كده معايا واحده واحده. صلوا على الحبيب. بصوا كده الشكل. انا دي هدخلها على درجة حرارة 180 لمدة حوالي نص ساعة، من 25 دقيقة ل 30 دقيقة، ومش هفتح عليها الفرن خالص غير لما تستوي. انا هتابعها من بره من الازاز. صلوا على الحبيب. واول ما تستوي هرجع لكم تاني اقول لكم نعمل ايه. تعالى بقى عشان نعمل الكريم شانتيه على طول. معنا كوباية لبن ساقع. هنحط عبوة الكريم شانتيه كلها وهنقلب جامد جدا. صلوا على الحبيب. تعالوا بقى بصوا كريم شانتيه. كده بقى جاهز للشغل. صلوا على الحبيب. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا اللون. انا عايز اوريكم بس الالوان والاشكال. بصوا بصوا القلب. عايز اختبر التورتايه بتاعتي. بصوا طالما ما بتطلعش لون تبقى التورتايه سليمه ومستويه من جوه. تعالوا بقى هنبدا نشتغل على طول. نحط الحشو بتاعنا. صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالى بقى بص معايا كده. انا كده عملت الكريم شانتيه وحطيت الفراوله وهبدا اطبق النص التاني وهرجع لكم تاني اوريكم هنعمل ايه. صلوا على الحبيب. وكده اقدر اقول لكم بقى ايه المشروع اللي انا كنت بيتحدوني فيه نجح. تعالوا بقى اوريكم الشكل والجمال. بصوا يعني انا مش تخصص حلويات بس عملت على قد ما ايه ما قدرت والحمد لله كسبت التحدي يعني.
وعايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وهنعمل شويه تكات كمان وشويه حركات. بصوا بقى شويه التكات والحركات. بصوا الجمال. بصوا بصوا. وكل سنه وانتم طيبين. يا تكاتك يا حركاتك. بصوا. تعالوا شوفوا بقى الجمال. بصوا هعمل ايه كمان عشان ادلع بقى العيال وادلع الشوكولاتات وادلع الحركات. يلا صلوا على الحبيب. وبأحلى تورتايه في الدنيا علشان طالعه عشان الهابي فالنتاين داي. وبقول لمراتي وبقول لعيالي وبقول لاخواتي وبقول لاصحابي كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. وانا اول مره بصراحه يعني اعمل تورتايه وتبقى عجباني. بصوا الجمال. بصوا الشكل. يا رب تعجبكم. وصلوا على الحبيب وما تنسوناش في اللايك والشير. وعايز اقول لكم الاشتراك والدعم علشان نستمر. وانا بحاول والله العظيم ان انا اعمل حاجات جديده وبحاول اعمل حاجات عشان تبقوا مبسوطين. وبحاول اتواصل معاكم في المناسبات. وبحاول اشارككم في كل مناسبه بعملها وكل حاجه بعملها في البيت. عايز اقول لاصحابي اللي هم طلبوا مني حاجات هعملها ان شاء الله. في حد من اصحابي ومن اهلي طلب بلح الشام هعمله له. وان شاء الله هعمل لكم حلقه كامله للحلويات وهعمل جلاش وهعمل حاجات كتير حلوه. دي اخر حاجه اقدر اقدمها في عيد الحب. وعايز اقول لكم ان انا في اعتقادي ان احلى حاجه في الدنيا الحب. وبقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين وانا بحبكم كلكم. وبشكر الناس الجديده القنوات الكبيره اللي دخلت وعملت لي اعجاب وعملت لي لايك واشتركت في القناه. كل الناس اللي دخلت معايا جديده بشكرها. في ناس كتيره قوي معجبه بالقناه. ناس كبيره وفاتحين قنوات كبيره وعليها اعداد كبيره. بشكرهم جدا وبشكرهم على تشريف القناه. وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.